السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنخلل الليمون بحبة البركة والعصفر. انا المرة اللي فاتت خللته لكم مسلوق. اما تسلقيه وتحطيه في مية وملح وفلفل حامي وشطة بيبقى جميل. المرة دي قلنا نعمله بطريقة تانية بحبة البركة والعصفر. بس ايه، اول حاجة يعني ممكن نعمله ني، بس ايه بيغيب على ما يستوي. فعشان يستوي بسرعة هنديله غلوة كده على النار. يعني مش هنسويه قوي، مش هنسلقه قوي، هنديله غلوة كده بسيطة. هنديله غلوة بسيطة يعني عشان ايه يسرع في السوا، ما يغيبش في التخليل. وهنجيب ملح وشطة وحبة البركة وعصفر وهنعمله مع بعض. هنشقها كده شقين كده زي حرف زائد و... وهنعملها بالملح والشطة والحبة البركة والعصفر. وهنسيبها ممكن 15 يوم او قبل ال15 يوم يستوي وتطلعي منه. لكن لو ني هيغيب. هو دلوقتي بدأ لسه هيبتدي يغلي. المخلل الحلو في البيت، ما ينفعش اي اكل من غير المخلل. اهو يا حبايبي غلي غلوة واحدة كده 10 دقايق بس، ما تكترش السوا عليه وتطفي ونصفيه من المية بقى. اهو يا حبايبي بعد ما سلقنا الليمون هنديله شق كده وشق كده. زي علامة زائد كده هنديله شق كده. وبعدين هنجيب العصفر، هنجيب حبة البركة وهنجيب الشطة والملح. هنقلب بقى نحطهم على بعض.
هناخد بقى الليمون اللي احنا فتحناه، هنحط فيه بقى العصفر والمخلل والملح، حبة البركة، ونحطه بقى في البطرمان. اهو يا حبايبي عملنا الليمون، حطينا فيه العصفر، بس انا مرضتش اخلي الكاميرا شغاله عشان ما اطولش عليكم. اهو عملنا الليمون. هنجيب قرنين فلفل كده، نشقهم شق واحد كده، وهنجيب كوبايتين ميه، هنحط عليهم معلقتين ملح، هنقلبهم حلو. وهنعصر ليمونتين كده عليها. كده يا حبايبي مخلل الليمون اهوت هيستوي على طول، عشان احنا مدينه نص سلقه، هيستوي على طول، وسهل وبسيط وما خدش وقت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة، حلو وبقى يستوي على طول عشان هنديله نص سلقة. يلا بينا ندخل على الفيديو.